السلام عليكم ورحمة الله. أردت بهذا المقطع أنني أتكلم عن موضوع سريعا، وهو الفاجعة التي حدثت في قضية حرق ذلك الشاب في منطقة القبائل في تيزي وزو. شيء خلص متفقين على أنه قبائلا وعربا وشوية، وأي إنسان بشر يعرف بأنها جريمة وبأنه عمل همجي، عمل سمي ما شئت. لكن الذي يدهشك أن ترى شخصا يقول لك بأنه عمل معزول. كيف أنه عمل معزول وهم يشاركون ب 300-400 إنسان؟ لعلمكم بالصور والتوثيق، منهم الصيدلي، منهم الطبيب، والله منهم أستاذ شريعة، منهم واحد أستاذ صيام يدرس رياضيات. صورتهم الصور، يعرفوهم الإخوة بالتوثيق بأنهم شاركوا في هذه الجريمة تصويرا ونظرا وتشجيعا وتحريضا وسكوتا، أقل شيء ينزل إلى درجة السكوت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. أردت أن أعرج على مسألة مهمة جدا في الشريعة باش يهضروا للناس اللي راهي تجغبل ويقول لك ما تغذيوش الفتنة. منذ سنتين ونحن نتكلم ونقول للناس هذه الراية فتنة، هذه الفرشيطة فتنة، هذا اللهجة فتنة، هذه كلها ستؤدي إلى التقسيم، وراكم ستكونون أيها القبائل الأحرار ستكونون في يد الماك بهذه الطريقة لأنهم أذكى منكم بكثير. ولكن هذيك الكلام كانوا يقولوا لنا خاوتنا اسكتوا علينا، ما تهضروش، ما ديروش الفتنة، فسكتنا لسنتين. أنا الأوان أن نقول لكم استيقظوا، العربية لغتنا والإسلام ديننا والجزائر وطننا، لن نتخلى عن هذا الأمر. شئنا ما أبينا. إذا أردت أن تكون مسلما فيعني هذا أن يكون الإسلام فوق النعرات، فوق الانتماءات. أرجع إلى موضوع قضية شخص ينظر إلى شخص يقتل وهو يشاهد ويقول لك عمل معزول، وكاين 400 إنسان، 400 أسرة، 400 عائلة. ما تدليش على 7 من الناس معزولين من الماكل، أي الناس تتفرج كلها وتنظر. عندنا في الشريعة واحد المسألة يقولوا لها مسألة قتل الواحد بالجماعة. روحوا يا جماعة الشريعة ادرسوها لتعرفوها بأدلتها ومن الكتاب والسنة وكلام السلف والصحابة الكرام. قتل الواحد بالجماعة هو أن الجماعة لو اشتركوا في قتل شخص فإنهم يقتلون به. هذه معروفة في الإسلام. يقتل الواحد بالجماعة إذا حرض وأشار وحفز ودعم، هذه مسألة معروفة في الشريعة، قتل الواحد بالجماعة. يعني هذوك اللي صوروا كلهم والله شاركوا في ذنبه، ولو اجتمع أهل القبائل كاملة والذين حضروا على أن يوفوا ذلك الدم حقه والله لن يوفوه. هذاك الدم انتشر الآن على كل من صور ورأى، كلهم سيشاركون عند الله تعالى، سيقفون ويسألون أمام الله عن ذلك الدم الذي أسفك. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لهدم الكعبة خير عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. كفانا ملاعبة بعقول الناس، وأن هناك خطة. أنا ما يهمني لا خطة لا خطتين، أنا اللي يهمني شخص مات يتحرق ينكل به، كما تنكل اليهود بالفلسطينيين، كما ينكل الفرنسي أيام الاستعمار، تنكيل بالجثة. يا صاحبي الناس تتفرج، يا صيدلي، طبيب، أستاذ، إمام، الناس حاضرة. والله العظيم أقسم بالله لو كنت حاضرا هنا وأن قبائليا يضرب أو يشتم، والله العظيم لن أقبل وسأسفك دمي، أقبل أن أموت على أن يداس. والله سأدافع عنه إلى آخر لحظة، وسأقف معه حتى يكون مظلوم. لن أقبل أن ينكل به ولو على دمي. هكذا تربيت، وهكذا فهمت ما هي الجزائر، وفهمت الإسلام، وفهمت الدين. ما تزيدوش تبرر لي يا صاحبي، ملينا وكرهنا. حبسونا من التبرير، حبسونا من السذاجة. يجتمع عقول، هذو ليسوا عقلاء، هذو لازم بركونا. انتهى الموضوع. فيقوا، لأنكم وقعتم في تلك المنطقة في فخ نسج لكم منذ سنتين. يوم أن كنا نقول دعوكم من الفرشطة، دعوكم من الراية الخرطي، راية بينيه، دعوكم من التقسيم الفرنسي، دعوكم من الخطة، دعوكم من اللهجة القبائلية، قلبتها لغة وتريد وهي كل لغة وعلم وفرشطة، أي أنك ستقع خطة للتقسيم.
كيف فكر واحد أنا الذي آلمني يجيني إمام يقول لي ما فيها والو الراية، من رفع راية غير راية. اقرأ الحديث هذا تاع الراية معروف في البخاري. كيفاش حديث الراية نطيشه أنا؟ من حمل راية غير راية الإسلام فهي راية جاهلية. روح طيش أنت. يبرر ويلقى المعذ. هذا الكلام نقوله نحن. لو واحد جانا الآن عربي وجاب راية وبدأ ينشر في النعارات والله لن نقبل. نايلي ولا شاوي ولا أمازيغي والله ما على باليش عرقك، الله يسهل في عرقك تليح في البحر. أنا اللي يهمني مازيش تهضر لي على العرق، مازيش تهضر لي على قضية العرق والإعلام والراية، مازيش نقبلها لا عربي لا أمازيغي. إسلام جزائر، هذا إسلام يقودنا. الجزائر كبلد ننهضوا بها ونحاولوا نقاتلوا باش نوقفوا على رجلها. أما قضية الأمن على بالنا النظام البائس البائد من بكري هذه خدمته. من بكري عمله الوحيد شنو هو؟ أنه يلقى الفرصة لأنه يستغبي عقولنا. يجيب لك واحد يحطه قدام الناس خليهم يقتلوه أمام أمن الدائرة وأمام الشرطة. يحاسب الذين قتلوا سواء كانوا اللي حطوهم الشرطة يحاسبون، ويحاسبون الأشخاص الذين صوروا كانوا واقفين، ويحاسبون الذين إذا 400 إنسان كانت حاضرتهم كامل عند الله يحاسبون. ولو كنا في دولة القانون كامل ينجابوا لأنها 400 دار، لأنها 400 عرق. آسف يعني والله العظيم مللنا. ذوك السنتين وانا نجي ننشر يعيطوا لي أستاذ ما تنشرش، هاك راك تغذي الفتنة، يا أستاذ ما تهدرش. ما نزيدوش نسكتوا. اللي نشوف اللي نلقاه بلوك من اليوم، اللي نلقاه فرشيطة مرسومة بلوك، نلقاه الراية مرسومة بلوك، يهدر لي على قضية الأمازيغ وانتمائي وعرقي بلوك. انتهى اليوم. هذا هو القرار اللي لازم يتخذوه الجزائريين كامل، أمازيغ عرب أعاجم بني مزاب الكل كامل. من اليوم الإسلام ديننا، الجزائر أرضنا. والله ما نزيد نقبل حتى واحد يتكلم غير بهاتين اللغتين، الإسلام. وماكش مسلم راك هنا، ماكش مسلم على راسنا وتعيش بين بلدنا. نحي الإسلام تبقى الجزائر. اسم لدينا يعني قاعدتان وشيء عمودان نقوم عليه. عمود الإسلام، عمود الجزائر. هذو في زود هما اللي نوقفوا عليه. حبيت ما تكونش مسلم أهلا وسهلا بك، ما عنديش مشكل والله، وتعود حتى شيعي نصراني يهودي، بس يتنحى العمود الأول تبقى عايش بعمود واحد. وشنو هو الجزائر؟ هدر لي على الجزائر، مش تهضر لي على شمال افريقيا وخرطي تاع ما على باليش انا وسمحت لهم الدوله انهم يجيبوا تمثال وصنم وسكتنا عليها. جايب لي صنم ووقفوا شيشنا، وواحد يحكي لي يقول لي هام في كتب التاريخ. فض عليا مش تهضر لي. الامريكان مش تهضر على العنود الحمر، دول العالم مش تهضر على الخرطي. دول العالم قاعده تتطور. المانيا 16 عرق واحد ما يهضر عليها، يهضر على المانيا، يهضر على المرسيدس، يهضر على الصناعه، يهضر على التطور. احنا مازلنا زح يوصلونا رايحين يخرجونا من حبال عقلنا. مازال واحد يحكي لي على خرطي عمره ما على باليش. ما زالت للان نعم الاسلام وانتهى. السلام عليكم.